الناس يتعلمون، إذا بقينا احنا نتأخروا قال ما نحرش وندير فتنة. أي فتنة؟ الفتنة كل الفتنة في تجهيل الناس. المسلم لابد أن يكون موقفه موقفا حازما وأن يكون متبعا للحق فيه، صادعا بالحق، لا يخشى في الله لومة لائم، متمثلا قول نبيه عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن أحدكم مهابة الناس أن يقول بالحق إذا علمت الحق. لا بد أن تعلم الحق أولا بالنظر إلى الأسباب والمسببات، بالنظر إلى الأدلة والحجج والبراهين، ما هوش اتباعا للهوى وميلا لمن تحب أو تعصبا لمن تحب أو ما إلى ذلك من هذه الأمور التي كثيرا ما يحيد الناس لأجلها عن سبيل الله جل وعلا وعن الصراط السوي. أنا قلت ذكرت هذا ردا على هذه الشبهة، شبهة القائل أنا على منهج عبد الرزاق البدر. يا إخواننا اتقوا الله في أنفسكم، هذا المنهج منهج قويم، منهج رباني، منهج وضع أصوله خير هذه الأمة نبيها عليه الصلاة والسلام، وسار عليه الخير من هذه الأمة، وعلى رأسهم الصحابة مما قرروه أنه من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هكذا قال أحد أئمتهم وعلمائهم من أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام بوصاياه، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي قال في حقه نبي الهدى: عليكم بعهد ابن أم عبد، يعني بوصايا هذا الرجل الصالح. هذا الرجل قال: من كان مستنى، حبيت تستن بأحد بعد رسول الله وتقول أنا على منهج فلان، عليك بمن قد مات على الجادة، مات على الحق وقد جاوز القنطرة، عليك. وكان قاصدا النبي بالدرجة الأولى عليه الصلاة والسلام، والشيخان بالدرجة الثانية بعده أبو بكر وعمر، والخير من أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هؤلاء تؤمن عليهم الفتنة، ماتوا على أحسن حال وماتوا على خير وختم لهم بالخير رضي الله تعالى عنهم جميعا. هذا مثل ما يقول العوام عندنا: اتبعهم وعينيك مغمضين، لأنك على يقين أنهم على الحق. ثم قال: فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وما يدريك أن الحي هذا سيبقى على ما هو عليه. لعلك تقصد أنك على ما هو عليه الآن، حتى وإن كان هذا لا يصلح. وأنا ذكرت هذا ما هوش من باب الطعن في الشيخ عبد الرزاق، حاشا من ذلك، ولكن أنا لا أعتقد عصمة الشيخ عبد الرزاق، ولا هو يرضى بمثل هذا الاعتقاد فيه، لا هو ولا أبوه ولا الأئمة الأعلام ولا العلماء الأفذاذ، أبدا لا يرضى بهذا إلا من يرضى بتقديس نفسه. هذا أفسده هذا الأمر حتى صدق به، نسأل الله العفو والعافية. وهذا ما كان عند أحد من أئمتنا وعلمائنا. هذه مؤاخذات على الرجل، هو اعترف بها ما اعترف بها، رجع عنها ما رجعنا، ما هوش هذا موضوعنا. وليس معنى هذا أنه كل مؤاخذ مطعون فيه، أبدا. هذا على منهج الجهلة ممن ابتلينا بهم. أما أهل الحق فإنهم يميزون ويفرقون بين هذا وذاك. ليس هناك تلازم بين بيان الخطأ لأي كان
وبين الطعن فيه. بيان الخطأ لا يستلزم الطعن، الطعن يكون في تصرفه مع أخطائه بعد ذلك، في حال المكابرة، وفي حال العناد، وفي حال ضرب الأمثال لمعارضة النصوص واعتراضها بالأقيسة الفاسدة. هذا الذي نهينا عنه. ثم التعصب لرأيه، ثم الولاء والبراء على رأيه، من وافقه عليه فهو الموافق، ومن خالفه فهو المخالف، الذي ينبغي أن يحذر منه، والذي ينبغي أن تسقط عدالته وتنزع مشيخته. هذا هو المنهج العفن السائد اليوم، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. أما مثل الشيخ عبد الرزاق فلا نكن له إلا احتراما وتقديرا، خاصة يعني لجهوده العلمية الطيبة التي يسأل الله جل وعلا أن يثقل بها موازينه يوم القيامة. بل أنا أنصح بمجالسه، وكنت أنصح أبنائي جميعا، خاصة ابني الذي من صلبي، كنت أنصحه بمجالس عبد الرزاق، وكان الشيخ عبد الرزاق وكان والحمد لله مواظبا عليها، وما زال لولا أن دراسته بعيدة عن المدينة، إلا أن هذا الذي يعرف هذا عني كل من يعرفني. أما الذين يصطادون في المياه العكرة النتنة نتانة منهجهم، فهؤلاء نحن ما لا نعتبر بهم ولا نلتفت لترهاتهم. يجي أحدهم يتصل بمكالمة معك يسأل أجيب، ينشر إجاباتك ويتصرف فيها كيف ما شاء، ببطر ما شاء، لصق ما شاء، حتى يوافق هواه. والكلام إذا بتر منه قد يكون حرفا واحدا قد يغير معناه. هذا صنيع هؤلاء القوم، لأنهم لا يريدون إحقاق حق أبدا. لو كانوا يريدون إحقاق الحق لتجردوا له من غير تعصب ولا تقديس ولا تقليد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من شر هذا المنهج، وأن يعصم إخواننا وأبناءنا منه، إنه سميع مجيب. أختم بهذا الجواب، والله أسأل أن يوفقني وسائر إخواني لما يحبه ويرضاه. ونحن في هذا كله ما عندنا إشكال يا إخوان، ما عندنا إشكال. أنا ما أدري متى يفهم هؤلاء. نحن نخطئ قد نخطئ، لا إشكال في ذلك، ولا نعتقد أن هذا منقص فينا، بل هذا حالنا الذي خلقنا عليه ربنا تبارك وتعالى. كل بني آدم خطاء، ولكن نحن ولله الحمد، وهذه منا من منن الله علينا، أننا إذا أخطأنا وبان لنا خطأنا رجعنا عنه حينا، ولا كرامة، ما ندير في مزية أبدا. هذا واجب علينا، هذا لأنفسنا بالدرجة الأولى، حتى نلقى الله جل في علاه وهو راض عنا، ونعوذ بالله من المكابرة ومن آلها. يا إخوان متى تفهمون؟ وهذا الذي نريد أن نفهمه غيرنا، كائنا من كان، حتى لو كان أعلم منا أو أكبر منا. يا عبد الله أنت معرض للخطأ، وقد تخطئ، وقد أخطأت، أحببت أم كرهت، أخطأت أخطاء كبيرة، وعوض أن ترجع وتتوب باقي تراوغ وتلعب على الألفاظ. الآن كنا نقول تلعب على الألفاظ والكلمات، الآن زدت لها حتى النقاط، تلعب على النقاط. اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله. هذا دين، هذه ما يش حزبية نتنة تضرب على حزبك وعلى لقبك وعلى اسمك.
اتق الله ستلقى ربك تبارك وتعالى، ليس بينك وبينه ترجمان، والله عالم بحالنا جميعا، عالم بالصادق من الكاذب، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. والصدق والكذب يظهر من خلال آثاره. نحن ننصح إخواننا ونبين لهم. المتعصبة يحكمون على نصائحنا وبياننا أنه طعن في غيرنا. نحن ربانا نبينا عليه الصلاة والسلام، افهموا يا عباد الله، ربانا نبينا ودلنا على هذا الخير علماء صادقون نحسبهم ربانيون رحمة الله عليهم، لا نبدل ولا نغير في هذا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للخير وأن يجمع كلمتنا على الحق المبين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا.